السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. النهارده هرجع لكم فيديو بقى التحليه. عايزين نحلي بقنا كده قبل ما نخش على تنفيذ العيد والترويق والهده اللي بنعملها في نفسينا دي. لو عندك كوبايتين دي تعالى اقولك هتعملي بيهم ايه. احلى بلح الشام هيطلع من ايديك النهارده ان شاء الله. بس امشي على خطواتي واحده واحده. ولو اول مره تشوفيني في القناه متنسيش تدوسي لايك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده بقى معانا ايه؟ هنعمل بلح الشام بكوبايتين دقيق، معلقتين نشا، وبيضتين او 3 بيضات، ونص كوبايه زيت. هنحط كوبايتين الميه على النار يا دوبك يغلوا وننزل عليهم بالزيت. اول لما بدأوا في الغليان كده هنزلنا الزيت، وبعد كده هنروح نازلين بالتدريجي كده في الدقيق. بس نحط على الدقيق هنحط عليه نشا، اوعي تنسي الحته دي، اهم حاجه النشا ببلح الشام عشان يبقى هش كده معاكي من جوه ومن بره يبقى جميل. اول ما الميه غليت كده هنروح نازلين عليهم بكوبايتين الدقيق على معلقتين النشا، هنقلبهم. بصي بقى، عايزاكي تطلعي كل قوتك وصحتك في التقليب ده. ما تقلقيش لو لقيتيه فصل كده، هما بص كده زي الفل ماشي معاكي الخطوه زي ما هي. هنقلبهم كويس اهو. بص كل قوتك، ورفعناهم من على النار. بص اول لما تلاقي الحله بتاعتك نضيفه كده، بص كده من تحتها عامله ازاي، هنروح نازلين عليهم بالبيض. متنسيش تحط الفانيليا عشان الزفاره. هنحط البيض بيضايه بيضايه، احنا نزلنا الواحده الاول وهننزل بالتانية. اول لما تحط البيض هتحسي ان العجينه معاكي باظت. ايه اللي جرى؟ ما تقلقيش، كملي الفيديو للاخر وانت هتعرفي ايه اللي جرى. اول ما نحط البيض على العجين بيفصل معاكي كده. ما تقلقيش، زي ما قلت لك هاتي كل قوتك وانزلي تقليب. بصي كانك مغلوله من عيالك بقى، اديها في التقليب ما ترحمهاش. هنقلب جامد، ويا ريت بقى وانتي بتقلبي كده يكون معاكي معلقه خشب، لان هي اكتر حاجه اكتر نوع بينفع في بلح الشام ده المعالق الخشب. بص اللهم بارك، العجينه بقت معايا لمت ازاي وحلوه اهو. هنقلب تقليبه كمان. طبعا لو انت مش عايزه تعملي الكميه دي ممكن تقسمي المكونات على 2، يعني بدل الكوبايتين نخليهم كوبايه، بدل كوبايه زيت نخليهم نص كوبايه اهو. قلبناهم خلاص. بص العجينه لمت تاني ازاي، هتحسي العجينه بتاعتك مش ملزقه، يعني ايه، ماسكه نفسها حلوه. كانت اول لما حطيت لها البيض كانت ملمه مع بعضها كده، كانت مفككه. بصوا دلوقتي لمت ازاي، اللهم بارك. بصوا، وبأي بقى جيب حلواني عندك او اي قمع عندك هنبتدي نشكل بيها. بص انا هوريكم البلبله ازاي انا عملت بيها اهي. هنكون عندنا الزيت يا دوبك يدفى كده شويه ونروح نزلين عليه. بلح الشام بيحب الزيت البارد، خدوا بالكم الحته دي اهو. بمقص وتعملي المقص بالزيت وتروحي قصه وحطاه. اللهم بارك. ما تنسيش بقى لو اول مره تشوفيني تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، ويكون عيد اهوت. جهزتوا اللحمه ولا لسه؟ بصوا اول لما تقلب من الناحيه دي والناحيه دي نروح رافعينه على طول على النار. طبعا نكون جاهزين الشربات، كوبايتين سكر وكوبايه ميه وعصره ليمونه. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا ايه، خلاص خلص. ما انتوا شايفين الحلويات طلعت ازاي؟ ده بلح الشام، حاجه نظيفه عملتيها في بيتك من كوبايتين دقيق، وانت قاعده في السهره كده قبل ما تقومي تقدمي الهلكه اللي هتعمليها ان شاء الله. يلا قولوا استعدتوا للعيد ولا لا؟ بصوا من بره ناشف ومقرمش، ومن جوه بصوا طري ازاي. اللهم بارك. كل سنه وانتم طيب، اشوفكم على خير.